مساء النور والسرور أحلى متتبعين قناة قصص وآراء. اليوم جيتكم بقصة واحد الأخت اللي غادي تعاود لنا المعاناة ديالها مع تركيا، ونخليكم تسمعوا القصة ديالها باللساني. السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم قصتي مع تركيا اللعينة. هذه 3 سنين وأنا مزوجة، راجلي عايش في الخارج. المهم عيا راجلي باش يديني معاه وما لقاش الحل، وانا كنت كنقلب كي ندير باش نلتحق بيه. كنت كنمشي لواحد الصالون بزاف، تعرفت على واحد الكوافوره اللي تصاحبت انا وياها لمده 4 سنين. 4 سنين وانا وياها صحابات، يعني اخباري عندها واخبارها عندي. من بعد ما قلبنا وعينا نشوفوا الحلول، واحد النهار مشيت كنتعاود معاها وانا نقولها واش ما كتعرفيش شي حد اللي كيدير كونطرات اولا فيزات اللي يصيفطني حتى انا للخارج. قالت لي الصديق ديالي عنده المعارف، وقالت لي كاين واحد السيد اللي هو معروف وثقه وما يديلكش رزقك، ما تخافي من والو معاه وعلى ضمانتي. يعني سيد اللي هو معروف. شحال من جروب خرج، شحال من بنات، شحال من مراه، شحال من مهم بزاف. يعني بزاف د الناس كانوا كيلتجؤوا ليه، والحمد لله قال لك ما عمرو سرق لشي حد فلوسه، ما عمرو خان شي حد ولا خان ثقه. يعني الصديق ديال صاحبتي. قالت لي راه ما تخافيش منه. صافي قلت نزعم في يد الله. المهم قلت لها ماشي مشكل، درناها في الله. عيطت له، هو ما عايش في المدينه اللي انا فيها، والمدينه اللي عايش هو فيها تقريبا كتبعد على مدينتي ب9 سوايع. صافي السيد جا لعندنا، الحمد لله اتفقنا. منين قلت له الثمن، طلب مني واحد المبلغ اللي هو كبير. قلت ماشي مشكل، بحكم راجلي باغي يتعاون معايا وانا خدامه على راسي، يعني انا جامعه شي رزيق وراجلي غادي يصيفط لي وغادي نتعاونوا على الزمان ونمشي لعنده. قلت له صافي ماشي مشكل، غير المهم نعرف راسي غاديه على ضمانتك. قال لي ماشي مشكل، يلاه دابا وندير وكاله، يعني راه فيها سميتي وسميتك. مشينا درنا الوكاله، كنعتذر درنا انا وياه الالتزام. قال لي تعطيني التسبيق ضروري باش نخدم لك. قلت له ماشي مشكل. عطيته تقريبا الثلث ديال المبلغ اللي طلب لي. صافي السيد تفارقنا حنا وياه، مشى بحالو لمده 3 شهور. في هاد 3 شهور كل ساعه صيفط لي كارت ناسيونال، صيفط لي هادي نقاد لك، حقا غادي نقاد لك على مرتي، ماشي مشكل بلا ما طلعي تعذبي وهادي. المهم لمده 3 شهور وديني جايبني، حتى جا واحد النهار اللي غادي يجي راجلي. بحكم راجلي كيسبق لي وقلت لكم عايش في اوروبا. منين جا راجلي اتفقنا باش غادي نمشيو لعندو اولا نتلاقاو به باش نتفاهموا على الامور ديالنا. صافي تلاقى به راجلي، قال له اندرا شنو درتي؟ قال له الصراحه داكشي كله راه ما منوش، الفيزات مقطوعين مهم راه هادشي كامل راه ما منوش. جا راجلي قال له شنو الحل؟ يعني تقنا فيك، عطيناك فلوس، قلتي تكلف، ولكن دابا ها حنا في المشكل. شنو هو الحل؟ قالوا لا، راه غادي نلقى معكم واحد الحل اللي هو ساهل، وهي براسها ما غاديش تعذب، وغادي تمشي توريس وغادي تسارى، غادي تفوج، وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي توصل عندك. قال له راجلي شنو هذا الحل؟ قال له هو انها غادي تدوز على تركيا، ومن تما غادي تدوز. مهم بقى كاين عندنا البلايص دوز من هنا ودوز من هنا حتى توصل عندك ان شاء الله. المهم راه هذا الحل هذا راه يعني موثوق منه. هو يقول ليه راجلي وشحال ديال الوقت كاع؟ قال له غادي نديهم لتركيا، من تركيا غادي دوز للباكو اللي معروف باذربيجان، ومن تما عاد داك الساعه نقطع ليها ودوز. وبحكم انا ما كنتش غادي نمشي بوحدي، مشيت انا وصاحبتي اللي كوافوره مشينا. مهم بينا بزاف ديال الناس، تقريبا 5، 3 د الولاد وانا وصاحبتي. صافي قال له راجلي ماشي مشكل، الا كانت غادي توصل وبطريقه مضمونه ما عنديش مشكل، ما نبغيش المشاكل يطراو في هذا الشيء. قال له كون هاني. قال له دابا خصكم تعطيوني الفلوس باش نقطع. عطيناه الفلوس، زدناه على داك المبلغ اللي كنا عاطينه في الاول. مشى قطع لينا، صافي صيفط لنا، طلعنا لكازا، تلاقينا به. صافي غادي نمشيو للمطار باش نمشيو لتركيا. صافي تلاقينا به، مشينا لتركيا. نزلنا تما، بدينا كنقلبوا على لي زوطيل، لقينا كلشي عامر. اما بالنسبه لتركيا فراه عالم اخر، كيبغيوش يتعاملوا معاك، ما عندكش اللغه ديالهم ما غيتعاملوش معاك وما يعطيوكش حتى وقت. المهم بقينا كندورو ب 66 كشيفه باش لقينا واحد لوطيل، وصراحه داك لوطيل كان خايب بزاف. المهم قلنا ندوزو فيه غير ليله ويكون خير.
صافي بتنا داك الليله في لوطيل، لغت ليه الزينه الباليزات ديالنا، بقينا ندورو من هنا لهنا، دانا لواحد الحديقه، قالنا غادي تجلسوا هنا ونمشي انا ومرتي ونقلب لكم على السكن. ايوا السيد مشى، بقى النهار كامل حتى 12 الليل عاد جاي لعندنا وحنا قتلنا البرد. منين سولنا قالنا لقيت لكم واحد لوطيل اللي غادي نمشيو ونجلسوا فيه سيمانه. هاد اللوطيل كان صراحه زوين شويه. منين قالنا راه كاين لوطيل ولكن راه خصكم ضروري تزيدوني الفلوس، وهاد المبلغ اللي زدناه فهو الثلث، وماشي يعني عطينا غير جوج مرات، راه ثلاثه الخطرات وحنا كنعطيو الفلوس. دابا هاد المبلغ اللي عطيتو باش يطلع لينا الفيزا. وفاش كنهضر كنقول على راسي، ولكن حتى اللي معايا حتى هما راه نفس الخطوات كيديروا معايا. يعني المبلغ اللي عطيتو انا في المغرب عطاوه، اللي طلعنا لتركيا حتى هما عطاوه، لوطيل من عندنا ماشي على حسابه. يعني ملي مشينا وحنا كنصيروا على راسنا، السيد في الاول دار معنا ثمن، في الاخر بقينا مجلوقين تما. المهم نخليكم تكملوا معايا. صافي من بعد ما قالنا عطيوني الفلوس عطيناها له. قالك غادي نطبع الفيزا ديالكم، راه الاسبوع ديالكم تسالى، نهار الجمعه ان شاء الله راه غادي نديروا الديبار باش غادي نمشيو لباكو، ومن تما غادي نمشيو كل واحد يمشي لمدينته او البلد اللي غادي يمشي ليه. صوبنا الفيزا، عطيناه عاوتاني واحد المبلغ، قالك البيي حتى هي عطينا فيها واحد المبلغ. عاد قالنا صافي يعني غادي تيسر الامور ونمشيو. صافي هنا مشينا للمطار باش غادي نمشيو لباكو. هنا فين غادي نطيحو في المشكل الاول، هو ان السيد اللي دانا هو ومرته ما دايرينش الفاكسان، حنا دايرينو كاملين. منين قالوا لهم نتوما ما تمشيوش، ناض الراجل كيغوت ويصعصع عليهم، وفي الاخر قال لهم يا غادي يمشيو كاملين يا غنجلسوا كاملين. فاضطرينا اننا نجلسوا كاملين، يعني نمشيو بلا بيه هو ما نعرفوا فين تمشاو. صافي اضطرينا اننا نجلسوا كاملين. صافي درنا انيلاسيون، جلسنا كاملين وضعنا في الفلوس اللي عطينا. صافي خرجنا من المطار مشينا فحالنا كنقلبوا على الكرا، قلبنا على دار لقيناها ب 500 درهم الواحد، يعني دار كامله كتكرا، ولكن البيرسون شحال ما كان غادي يخلص على راسو. خلصناها وقلنا نباتو داك الليله. صافي دوزنا داك الليله تما، لا غد ليه مشينا كنقلبوا على راسنا كنشوفوا الكرا. هو يلقانا عاوتاني واحد ب1000 درهم الوحده باش نكريو الوحده. فاضطرينا اننا نجلسوا في داك البيت انا وصاحبتي، لان الولاد ما يمكنناش نطولوا معاهم بزاف، فاضطريت غير انا وصاحبتي كرينا داك البيت لمده 2 سيمانات وحنا جالسين فيه. جات الوقيته اللي تسالاونا الفلوس، ما بقيناش لاقيين لا ما ناكلو لا باش نتحركوا. صافي منين شفنا راسنا ما بقاتناش الفلوس نضنا كنخدموا، ولينا كنفيقوا مع 6 الصباح، خلاوها الواله كنوضوا مع السرويه ونوضوا ونتسناو المركوب حتى كيجيو مورانا ويديونا ونمشيو نخدمو، وفي العشيه كنرجعو لمده شهر وحنا كنخدمو. صافي ولا السيد تيقول ليا شوفي انتيا راني غادي نقطع لك، غادي تمشي لباكو، من باكو غادي تولي تقطعي في لي زيسكال، غادي تقلبي الدور على اساس بعدا تقطعي على اساس انتي هابطه للمغرب، وفي لي زيسكال غادي تقلبي الدوره وغادي تمشي للبلد اللي انتي باغا. منين قلت له كي غندير لها، قال لي غتمشي بلا كارت اللي صوبت لك، مع العلم هو صوب لي كارت سيجور ولكن مزوره. هنا فين غادي ندور نسول على راسي، اللي سولته واللي صيفط ليه من العائله ديالي ومن الاقارب والاصدقاء كنصيفط ليهم داك الكارت سيجور، تيقولوا لي هذه مزوره راه فيها الحبس، راه فيها سنين ماشي عام ماشي عامين. فاضطريت انني نزيد نبحث على راسي. السيد تيدور يدور يقول لي شنو، واش ما غاديش تمشي بحالك، واش ما غاديش تمشي، راني مقاد لك كلشي. مع العلم طبع ليا في الباسبور انني كنت في البلد اللي انا باغا نمشي ليه وخرجت منه، يعني راه عندي الباسبور مطبوع فيه انني كنت في داك البلد، يعني نمشي له بسهوله. ومع العلم راه كلشي مزور. وهاد السيد من الاول قال لينا غادي ندير معكم الفيزا، غنصاوب لكم فيزا، هادشي علاش اتفقنا وهادشي علاش عطينا فلوسنا وخسرنا الاموال ديالنا. من بعد منين حصلنا وشفنا راسنا واقفين تما قلنا ليه ها انت ما درتي لنا لا فيزا لا والو، قال لنا انا درت لكم الوراق وطلعت ونزلت، ما عندي ما ندير لكم الوراق اللي هما اساسيين انا قديتهم لكم. المهم فوق ما يدور ويقول لي انت واش ما غاتمشيش، واش ما غاتمشيش، في الاخر قال لي لا ما تقتيش نصيفط معاك مرتي. انا ما نكذبش عليكم هاد باكو ما عمري مشيت لها، ما عارفه شنو غيتلقاني تما، ما عرفت شنو الحياه ديالي ولا المصير ديالي كي غيكون. فما ثقتش وقلت ليه ما نمشيش، يعني انا منين شفت القضيه فيها جروب قلت حتى نمشيو كاملين.
صافي مع أنا خفت بقيت كنتسنى صاحبتي ما شاطولهاش الفلوس كاع باش تقطّع، وعندنا 2 طيارات وخصها عاد باش تشري تما لواحد المدة، يعني أنا بقيت تنتسنى صاحبتي وصاحبتي في الأصل ما عندهاش الفلوس. هنا فين غادي يعيط لي الزوج ديالي قال لي واش ما تمشيش، صيفط لي الفلوس ولكن أنا الصراحة ما ثقتش، شفت القضية فيها الخواض، شفت القضية فيها التزوير، قلت أنا ماشي سنين من حياتي وأنا خدامة وأنا غادية معقولة نجي في الآخر يدخلني واحد للحبس وأنا عاطيه فلوس، يعني بفلوسي غادي ندخل، كي دار لها قلت ما نطيقش وما نمشي لتا بلاصة وما نزيد حتى خطوة هو حدانا يعني نبقى حداه، ما نطيقش أنني نتزعزعها ولا ها يمشي يديرها بينا. هو المهم بقينا خدامين، زدنا من تما تعرفنا على شي دراري مغاربة خدامين تا هما نفس المشكل اللي طرالنا. هنا الدراري صراحة كانوا كيطلعوا باش يخدموا من الخدمة كيبغيو يحرقوا، الصراحة الشباب ضيع تما بزاف، كيحرقوا من واحد الغابة، بحكم ما بقاو يعاودوا لنا راه شحال من واحد مشاو ليه الملايين، وكاين اللي تشد في الغابة كيمشيو ليه التليفونات كيعريوهم ويقتلوهم بالعصا، والمسافة ديال الطريق راه 8 ايام وهما تيضربوا في الطرقة المساكن، وإلا حصلوهم تما المخزن راه كيولي يضربهم وكيولي يصيفطهم، يعني 8 ايام د الالي و8 ايام د الروتور، وكيمشيو بفلوسهم يعني في جيبهم بتليفوناتهم بحويجاتهم كيرجعوا مساكن، راه لا اله الا الله، داكشي زعما راه شي حاجة اللي فوق الخيال. لقينا بزاف ديال الدراري اللي كيعاودوا لنا على بلغاريا، تما هذيك هي الغابة فين كانوا كياكلوا العصا كاملين، الصراحة قلبي ضرني عليهم وما عرفتش حتى انا المصير ديالي كي غيكون، ففي داك المرحلة ما خفت نزيد نصدم، قلت من الأحسن نبقى خدامة على راسي هنا على ما يدير الله شي تاويل. المهم بقينا هكاك حتى عيطنا للسيد قلنا له شنو هو الحل، واش ما ديرش معنا شي حل، راه تقريبا راه عليه شهر وحنا جالسين هنا، هو يقولنا ندوزكم من الغابة، هذا هو الحل اللي يبقى. قلنا له كيفاش الغابة راه رجال وما قدوش عليها وفينا نزيدو انا والسيدة، قال لك لا غنمشيو مناوسين، الا مشينا مناوسين راه ما يعقلش علينا، راه الا شدونا في بلغاريا والله ما يعقل علينا السيد، يعني هنا بقى تيدخل معنا بالطرافي كنديكم من هادي لهادي، تصدق السيد تيدوزنا غير كيدريبلي فينا، صافي ما تقناش وقلنا له الغابة ما ندوزوش منها، شوف شي طريقة واحدة اخرى. صافي بقاو شي دراري كيعاودوا لينا الصراحة على المعاناة اللي عاناو، وهو وينوض واحد الوليد قالنا راه كاينه واحد السيدة غادي تتعاون معاكم، غتعطيوها شي مبلغ اللي هي غادي تطلب لكم وهي غادي تديكم حتى للبلاصة اللي نتوما بغيتو، وهاد السيدة كتصوب فيزات لمولدوفيا، قلنا ليها خويا العار لا ما عتقنا، غير المهم نعرفوا راسنا اننا غادي كاين واحد المخرج، كاين واحد الطريق اللي عندها الباب، ماشي طريق مسدوده وحنا غاديين فيها. صافي لقينا بالسيده قالت لنا انا كنصوب الفيزا، كتمشيو قانونيه، كتمشيو في يعني كتدخلوا المطار كطلعوا في طياره كدوزوا في لاسكال، يعني راه كلشي قانوني. صافي وهي تقول لنا راه كتمشيو كتنزلوا من المطار، كتنزلوا من الطياره كتمشيو للتران داك الساعه اللي بغى يمشي لاسبانيا، اللي بغى يمشي لبلجيكا، اللي بغى يمشي فرنسا، المهم اي واحد بغى يمشي لشي دوله فيمكن ليه يمشي يمشي ليها فقط غير من داك التران. وحتى هاد السيدة طلبت لنا واحد المبلغ اللي هو كبير واحد شويش، من بعد قالت لنا غادي تعطوني ضروري تسبيق باش نبدا لكم في الوراق ديالكم، فاضطرينا اننا نعطيوها الوريقات نعطيوها عفوا الفلوس باش تبدا لنا حتى هي. صافي من بعد ما شدات الفلوس قالت لنا من هنا 8 ايام نتلاقاو، الفيزا ديالكم غادي تكون واجده، داكشي اللي كان، مشينا كملنا الخدمه ديالنا داز 8 ايام، عيطت لنا مشينا عطاتنا الفيزا ديالنا. صافي عطاتنا هذا الفيزا ديالنا، بداتنا بدنا معاها باش لا غد لي هي اللي غتوصلنا للمطار باش نمشيو. صافي تلاقينا انا وصاحبتي مشينا عندها، بايتين معاها والولاد بايتين في بلاصه اخرى. صافي ودعنا السيده قالت لنا غادي تطلعوا للمطار، غادي تطلعوا للطياره غادي تلقاو السيد اللي غتعطيوه الباسبورات ديالكم هو غادي يشرح لكم كلشي. صافي تلاقينا بالسيد عطيناه الباسبورات ديال الفيزا ديالنا كاملين، الباسبورات عفوا، صافي يعني الامور دازت قانونيه، عطيناه الباسبور ديالنا، نزلنا صافي وصلنا نزلنا من الطياره، كنقلبوا على السيد ما لقيناهش، جاو الطوبيسات اللي غادي يديونا اللي كيقربونا من الطياره للمطار، هنا كنتفاجئوا ان السيد اللي عطيناه ما لقيناهش. صافي بقينا تما حتى خوات المطار الطياره خوات المطار خوا حتى جاو عندنا البوليس ديالهم، قالوا لنا الباسبورات ديالكم، قلنا لهم طاحوا لنا،
قالوا لنا كيفاش طاحوا، قلنا لهم طاحوا. صافي قلنا لهم الباسبور ما كاينش، قال لك كيفاش ما كاينش. شدونا داونا لواحد لا طيراس، خلاونا تما لمده يومين وهما كيدوروا يدوروا يجيو يسولونا، مع قلبونا مزيان ما لقاوش عندنا الباسبور. كيدوروا يدوروا يجيو يقولوا لنا فين هو الباسبور، حنا ما كنفهموا غير داك الباسبور. صافي تنقول لهم ما كاينش. مشالنا. بقينا هكاك لمده يومين. دزنا بعدا فاش دزنا في لاطيراس تما داروا معانا استنطاق، ما نعاودش لكم داكشي اللي داز علينا عمري ننساه في حياتي. كان اكفس رحله في حياتي هي هذه. يعني كيقولوا نعاودها الحفار قبري. جلسنا في لاطيراس واحد الساعتين، من تما غادي يديونا لواحد البيت. بيت اش غادي نقول لكم عليه، راه بزاف شي حاجه بزاف. داونا لتما يومين وحنا ناعسين، البرد سمد البرد. وفي داك اليومين كل ساعه جاي عندنا واحد وكيخرجوا فينا عينيهم وكيغوتوا باسبور. تنقولوا لهم ما كاينش. فين مشى باسبور؟ حنا كنفهموا غير باسبور، داك برا ما كنفهموا حتى حاجه، كنفهموا غير داك الباسبور. تنقولوا لهم ما كاينش، طاح. صافي خلاونا تما، داروا لنا واحد العقوبه، راه زعما الله يسمح ليهم وصافي. صافي هما يقلبوا على الحل باش غادي يجبدوا الباسبورات ديالنا. خداونا التليفونات من التليفون ديالنا، طلعوا الباسبورات ديالنا. ايه، طلعوا الباسبور ديالنا غير من التليفون. صافي منين شافوا القضيه هكاك هزونا، قطعوا لنا البيي، صيفطونا لاسطنبول. اسطنبول عاوتاني فاش رجعنا لتما تيسولونا تيقولوا لنا الباسبور، تنقولوا لهم الباسبور ما كاينش. كيفاش ما كاينش؟ تنقولوا لهم داوه لنا. كيفاش داو لنا عيينا نعاودوا لهم، ما تيقوناش. صافي مع ما تيقوناش بقاو علينا. صافي عرفتوا اش ديروا، جيو جلسوا في هاد البلاصه، حطونا في داك البلاصه، بقينا نتسناوهم. عاوتاني هادو عندهم واحد القساوه وواحد التجاهل من نوع اخر. عرفتوا راه بقينا نتسناوهم، اليوم يهضروا معنا، بلاتي يهضروا معنا، الليل يهضروا معنا، الصبح يهضروا معنا. ما كاينش اللي كيحاشيها لنا. كنهضروا مع واحد كيقول لك لا ماشي انا، سير عند الاخر. كنمشي عند الاخر تلقاوه قاصح اكثر من الاول. كندوزو عند البنت كتخرج فينا عينيها، راه شي حاجه تفوق الخيال. عرفتوا فين حطونا في واحد البيت فين كيشونجيو الطياير ديال ليسكال. تما فين خلاونا. صراحه خلاونا تما بالجوع. الماكله ما كايناش. تيقول لك الا بغيتو تاكلوا سيروا لداك لا ماشين، راه لا ماكله لا والو. الصرف ما بغاوش يصرفوا لنا، تيقول لك ما عندكمش الباسبور ما نصرفوا لكمش. بقينا جالسين تما، ولينا كنطلبوا الناس شي يعطيك تاكل شي ما يعطيكش، تناكلوا وجبه وحده في النهار. لدرجه الدراري كيمشيو حاشاكم اعزكم الله بعدا، كيمشيو ياكلوا من البوبيل، كيقلبوا تما الا لقاو شي ما يتكال. حنا والله العظيم الا مره في النهار اللي كناكلوا. صافي وشوف تشوف واش لقاو شي ماكله مقاده. اش غادي نقول لكم، راه شي حاجه بزاف. جات واحد الوقيته اللي قلت انا مع كنت مريضه ودرت راسي صافي يعني مساليه. بقيت تنغوت، جاو داوني للطبيب. قلت انا من الطبيب نشوف شي مخرج، لان صافي راه عييت، جلست بالجوع، لا ماكله لا شراب لا والو. منين بغيت نوض نقلب على الماكله كنلقى البوليسيات واقفين لي في الباب، يعني بحال كنت في الحبس ومصيفطين معايا البوليس. صافي وليت دوزت، داروا لي السيروم، دقوا لي شوكه، ردوني للبلاصه ديالي فين كنت. عرفتوا راه كنباتوا جالسين على واحد الكراسه وجامعين رجلينا ولمود البرد، لدرجه رجلينا ما بقيناش حاسين بهم قوه داك البرد. دوزنا العذاب الاليم، العذاب اللي عمري ننساه. وننصح اي وحده، عمركم تثقوا في شي حد يقول لكم نصوب لكم فيزا ولا باسبور. راه هادشي زعما راه نعيا نهضر ونولي نقول لا حول ولا قوه الا بالله. ناضوا الدراري قلبوا على واحد البلاصه منين يهربوا. ناض الاول مسكين نقز الصور، صافي مشى باش يهرب. ناض الثاني تبعوه وهما يشدوه. منين شدوه قالوا له فين كنتي غادي، قال لهم تابع صاحبي. شدوه حتى داك صاحبه، قتلوهم بالعصا. قالوا له شنو هو السبب اللي خلاك زعما تخوي انك تمشي تهرب؟ قال لهم حنا غنموتوا بالجوع، حنا ما لقينا ما ناكلوا. وهما يديوه وعطاوهم ياكلوا. صافي تجمعنا عليهم كاملين مع تما، ما نكذبش عليكم، الصداع والغوات و رجلينا جمدوا، الجوع قهرنا. راه زعما راه حتى الماء ما لقينا ما نشربوا. تجمعنا وغوتنا، قلنا لهم ديروا لنا الحل، جابوا مترجم داونا، قالوا لنا شنو كاين. قلنا لهم صافي بغينا نرجعوا في حالتنا، راه بزاف غنموتوا بالجوع نموتوا بالعطش. فاش جابوا المترجم مهم اتصلوا بالقنصليه ديال المغرب اللي كاينه في تركيا. صافي هضروا معنا في القنصليه شنو كاين ما كاين. قلنا لهم ها شنو كاين، ها شنو كاين، الباسبور ديالنا راه نصبوا علينا.
فاش بغينا ننزلوا من الطياره ما لقيناش السيد اللي دار معنا غادي يعطيهم لنا. صافي رجعنا بتنا واحد الليله واحده اخرى تما. لا غد ليه عاد كيجيو كيعطيونا الورقه ديال البوليس وخرجونا من تما. صافي من بعد ما خرجنا مشينا مباشره عند البنت اللي صيفطاتنا. قالت لنا في الاول راه الا مشيتو ورجعتو غندير معكم الحل وغنصيفطكم في الرموك. صافي داتنا عندها للدار بيتتنا واحد الليله. لا غد ليه وهي تقول لنا شوفوا الا بغيتو ترجعوا خصكم تعطيوني واحد المبلغ اللي حتى هو خيالي. قلنا لها ما لقينا حتى ما ناكلو عاد نعطيوك حنا هاد الفلوس. قالت لنا ما عندي ما ندير لكم خصكم تخويو عليا راجلي غادي يخرج من الحبس. صافي داتنا صاحبتها مع قالت لنا راجلي غادي يخرج المهم انا نشوفكم شي صديقه ديالي. شافتها لنا حتى هي مغربيه ومزوجه بتركي. مشينا عندها ضيفتنا يومين في الاخر قالت لنا ما عنديش كيفاش ندير لكم. يعني راه ضيافه النبي باينه. فاش عيطنا للسيده وتنقولوا لها شوفي ديري معنا الحل تتقول لنا الحل قلت لكم. الا عندكم باش نصيفطكم ما عندكم شيء خليكم على ما تسناو شي حد يصيفطكم من حبابكم ويردوكم للبلاد. من بعد السيده ولات كتخبع منا ما بقاتش كتجاوبنا كاع. ومن داك الليله خرجنا انا وصاحبتي ما عندنا لا ما ناكلو لا ما نشربو ولا باش نكري ولا والو. فاضطرينا نمشيو بالباليزات ديالنا بايتين في الجامع. دازت علينا ما نكذبش عليكم واحد 4 ايام. 4 ايام وحنا كنباتو غير في الجامع. قهرنا البرد والجوع تقهرنا. صافي وحنا نعيطوا للمالينطار وعيطنا للحباب والعائله الصحاب. قلنا لهم شوفوا غير تقاتلوا صيفطوا لنا باش نهبطوا في حالتنا راه بزاف راه ما لقينا باش نهبطوا. ما لقينا لا ما ناكلوا لا ما نشربوا لا باش نكريو دابا. شوفوا لنا غير الحل باش نهبطوا في حالتنا. مشى شي كيتسلف من هنا وشي كيتكلف من هنا. وصيفطوا لنا عاد. قطعوا البيه هما عندهم عاد باش قلنا نهبطوا. صافي فاش مشينا للقنصليه عطاونا الرخصه المرور. قالوا لنا كيفاش طرا لكم قلنا لهم راه ها ما كاين والسيده التاليه هي اللي نصبت علينا وما خلاتناش كاع. قالوا لنا عطيونا الاسم ديالها والنسب ديالها عطيناهم لهم. اعتقلوها وحنا قبطنا وهبطنا بحالتنا لبلادنا. منين هبطنا كنتفاجئ بالراجل ديال السيده عيط لي وتيرغب ويزاوق وتيقول لي مرتي راها دخلت للحبس راها معتقله. الله يسهل عليكم الا ما ديروا لها التنازل بقى يرغب ويرغب على وجه الوليد تيقول لك الوليد ديالي اللي مازال صغير. الله يسهل عليكم الا ما ديروا معاها الحل. فاضطرينا اننا نتنازلوا ليها على وجه داك الوليد. واخا تنازلنا ليها. بقات هي مسجونه وبقات معتقله ليومنا هذا. وهذه هي القصه ديالي مع تركيا اللاعينه. البنات اللي بغيت نقول لكم ما تثقوش. ما تثقوش الله يجازيكم بخير. اي واحد قال لكم ندير لكم فيزا باسبور ما تعطيوش الفلوس كامله. اي مبلغ طلبوا منكم ما تعطيوه الا بوثيقه تكون شي حاجه يعني الضمانه ديالكم باش نهار يغدر بكم تلقاو راسكم جامعين عليه دلائل. ماشي تبقاو لا دلائل لا حتى وثيقه اللي غادي تضمن لكم تاخذوا حقكم. ونتمنى قصتي تكون للاستفاده. شكرا لكم كاملين وشكرا لصاحبه القناه. كنشكرها انها قبلت القصه ديالي وغادي تحطها ان شاء الله. وصراحه من هذا المنبر فراه كيعجبني الصوت ديالها في القصص. ونتمنى لك المزيد من التألق ومزيد من النجاح. شكرا لكم كاملين. وكيف ما سمعنا كاملين القصة ديال الأخت صراحة قصة مؤثرة بزاف. باش انك تقطعي وتخسري فلوسك وديري مجهودات وتضيعي شهور من حياتك وانتي كتسناي توصلي لواحد البلاصه اللي انتي باغا وفي الاخر تلقاي داكشي كله نصب واحتيال. فالله يكون اختي معاكم الله يكون في عوانكم وشكرا بزاف على الكلمه اللي عطيتي في حقي. ونتمنى القصه ديالك تكون للعبره ونتمنى كذلك ما تنساوناش من اللي جاي متعالق وما تنساوناش من البارطاج. شكرا لكم كاملين وعافاكم بارطاجيو هذه القصه على نطاق واسع باش تعم الفائده. لان في هذا الوقت راه شحال من وحده باغيين يمشي وشحال من بنت شحال من والد كيبغيو يمشيو وكيبغيو يحرقوا. المهم كيشوفوا هاد الطرق عبر تركيا. شوفوا المصير ديالكم شنو غادي يكون تما. المهم نتمنى القصه تكون الاستفاده وشكرا لكم كاملين وما تنساونيش كي قلت لكم من تعاليق في حق الاخت وكذلك من البارطاج ولي لايك ما تخسروا والو غتهبطوا ديروا لايك وتبارطاجيو. واللي مازال ما مابونيش في القناه يتابونا معنا ويدير تفعيل الجرس باش يصيلوا كل جديد. يلا مع السلامه خليتكم على خير وبخير.